السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة مطبخ تيتا فوفا، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل أكلة شتوية جميلة جدا. بتنفع كده في العشاء والفطار، وتنفع سندوتشات المدرسة، تنفع الناس اللي عندهم نزلات برد ممكن ياكلوها، تبقى مغذية جدا. طبعا هي حاجة مقوية ومفيدة جدا للصحة. كانوا زمان أهالينا بيعملوها لنا في الشتاء بالذات. طبعا هي أكلة شتوية يعني. طبعا زي ما انتم شايفين المقادير، اكيد انتوا فهمتوا انا هعمل ايه. طبعا الناس بتوع زمان هم اللي هيعرفوا، اما الجيل بتاع دلوقتي ممكن ما يعرفش قوي انا هعمل ايه. انا زي ما انتم شايفين كده هعمل مفتقه او حلبه معقوده. هم كانوا زمان بيقولوا عليها مفتقه لان كان بيتحط عليها حاجات بتزود الوزن شويه. انا النهارده هعملها من غير الحاجات دي، فعشان كده هي بسميها الحلبه المعقوده، عشان انا مش هحط فيها الحاجات اللي هي بتزود الوزن دي. زي ما انتم شايفين الحاجات الرئيسية في الحلبة المعقودة. أول حاجة كوباية من الحلبة الصفراء المطحونة، شايفين. وتاني حاجة كوباية من تحويجة الحلبة المعقودة، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي. دي اسمها تحويجة الحلبة المعقودة. التحويجة دي شبيهة شوية بالمغات، يعني ممكن تبقى شبه المغات شوية، وبيبقى لونها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا شايفين الفرق ما بينها وما بين الحلبة الصفراء، شايفين اللونين. اللون طبعا بيفرق. هنا دي حلبة صفرة مطحونة، ودي تحويجة الحلبة المعقودة. بتجيبيها من عند العطار، بتقولي له انا عايزة تحويجة الحلبة المعقودة. يبقى انا جبت كوباية من الحلبة الصفرة المطحونة وكوباية من تحويجة الحلبة المعقودة، وهي على فكرة غالية شوية، يعني انا جايبة ربع كيلو. ومعايا كمان كوباية من الزيت زي ما انتم شايفين كده، ومعايا معلقتين كبار من الدقيق، ومعايا 3 معالق من حبة البركة. والحاجات دي طبعا حبة البركة والحاجات دي بتبقى حسب ما تحبي تحطي، عايزة تحطي معلقة، عايزة تحطي اكتر زي ما يعجبك. وطبعا معايا كمان سمسم ابيض متحمص زي ما انتم شايفين كده اهو، السمسم اهو. ومعايا سوداني. طبعا السوداني اللي معايا انا محمصه كميه كبيره من السوداني. مش هحط طبعا الكميه دي، يعني الكميه دي هتبقى كتير، انا هاخد منها جزء وبخلي الجزء تاني بنستخدمه في السحلب او في الحاجات دي. بعد كده بقى دي الحاجة اللي انا هستخدمها في الحلبة المعقودة. يلا بينا بقى كده نشوف هنعمل الحلبة المعقودة بتاعتنا دي ازاي. هنروح بقى على البوتاجاز كده. هجيب حلة زي ما انتم شايفين كده، حلة واسعة، ويستحسن ان الحلة بتاعتي تكون ألمونيا. وبعد كده هنزل بيها، هنزل في الحلة بكوباية الزيت. انا ولعت البوتاجاز اهو، وهحط بقى ايه. هنزل اول حاجة، هنزل بكوبايه الزيت زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل 3 كيلو عسل، فاللي انا عايزاه هيبقى كوبايه زيت واحده. هنزل بالزيت وهسيب الزيت بتاعي لما يسخن شويه. هنا بقى الزيت بتاعي سخن زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا ريت ان الزيت يكون زيت نظيف، ما يكونش زيت له ريحه او زيت تموين. ساعات زيت التموين بيبقى له ريحه مش حلوه، فانت حاولي تستخدمي زيت يكون نظيف. انا زي ما انتم شايفين حطيت كوبايه الزيت وسبتها لما سخنت. لما الزيت يسخن هنزل بقى بالحاجات دي. اول حاجه هنزل بيها هي الدقيق، شايفين كده. هوطي النار بس شويه كده. وبعد كده هنزل كمان بالحلبه بالتحويجه بتاعتي دي اهي، شايفين. يبقى انا نزلت بالدقيق والتحويجه، وايدي بقى فيها كده وموطيه النار واقلب كويس. وبعد كده هنزل بكوبايه الحلبه الصفر المطحونه، وهقلبهم بقى كويس مع بعض كده. طبعا انا موطيه النار. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض في الزيت اهو. شايفين اللون بتاعها بقى عامل ازاي. طبعا الريحه دلوقتي ريحه جميله جدا. الحلبه مع الدقيق مع التحويجه مطلعين ريحه حلوه جدا. هقلبهم كده شويه مع بعض. هقلبهم كده كويس، اخدهم زي تشويحه كده مع بعض، اطلع منهم برضو ايه الرطوبه اللي فيهم.
لازم نقلبهم كويس، بحيث ان انت كل ما هتقلبي فيهم الريحه بتاعتهم هتطلع، وفي نفس الوقت الرطوبه اللي فيهم بتطلع وبيتحمصوا. يبقى بتحطي التحويجه والحلبه الناعمه، وبتحطي الدقيق في الزيت المقدوح. وزي ما انا قلت لكم في الاول، يا ريت تكون الحله ألمونيا، ما تكونش تيفال او ما تكونش جرانيت، لان الحلل دي بتحرق الحاجه من تحت، بتلسعها يعني، فممكن تطلع ريحه مش حلوه في الحلبه المعقوده، ولما تيجي تاكليها تلاقي فيها ريحه شياط كده. فهي الحله الألمونيا بتبقى احن حاجه في الوصفه دي. هنقلبها كده كويس. شايفين زي ما انتم شايفين الرطوبه بدات تطلع منها من الدقيق. طبعا انا بعمل كده عشان الرطوبه تطلع من الحاجات اللي انا حطيتها دي، وفي نفس الوقت بحمص الدقيق، يعني بحمره بحيث ان الحاجه دي تبقى مستويه، يعني ما نحطش العسل وهي نيه، يعني مش اقل من 5-6 دقايق كده تقلبي فيها. انا فصلت طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. طبعا زي ما انتم شايفين كل ما بتحمصيها بترق شويه او بتخف شويه، زي ما انتم شايفين كده الرطوبه اللي كانت فيها طلعت اهي. في الوقت ده بقى طبعا انا محمصه السوداني ومحمصه السمسم، ففي الوقت ده هاخد حبه البركه، هحط الكميه اللي انا عايزاها. انا مش هحط كتير، بس كده. انت عايزه تكتري، بس هي يعني المفروض ما تكترهاش لانها بتمرر. برضو خدتها تشويحه كده معاها عشان برضو لو فيها رطوبه. حبه البركه، اي حاجات من دي، اي بذور او اي حاجه من الحاجات دي بيبقى فيها رطوبه، فلازم ان احنا نشممها النار كده. فانا حطيت حبه البركه على اساس ان هي ايه، لو فيها رطوبه برضو تطلع. هنزل كده كمان بحوالي معلقه. طبعا حبه البركه ما تزوديش فيها قوي لانها ساعات بتمرر لما تبقى كتير. وهقلب بقى كده برضو تاني. شايفين الريحه بقى؟ ما اقولكوش، ريحه روعه، الريحه روعه يا جماعه والله. اكله شتويه تنفع للمدارس، سندوتشات تفطري منها ولادك. ممكن تدي ابنك معلقه كده قبل اول ما يقوم من النوم، على ريق النوم تجلي صدره، يعني لو عنده شويه كحه هيضيعوا. تنفع سندوتشات في العشاء وهم بيذاكروا كده، يعني حاجه مغذيه جدا جدا جدا. شايفين هي كده بقى استوت؟ شايفين اهي. بعد كده بقى هعمل ايه؟ بعد كده هجيب السمسم وانزل بيه. طبعا السمسم بتاعي متحمص فمش محتاج تحميص تاني. زي ما انتم شايفين انا حاطه كميه سمسم كتير، لان عندنا هنا بيحبوا السمسم قوي في الحاجات دي. وبعد كده هنزل بالسوداني. السوداني باخد من على الوش كده عشان يكون خشن، وبخلي الناعم ده بقى بعمل بيه اي حاجه تانية. شايفين السوداني زي ما انت عايزه تحطي حطي، عايزه تحطي كتير، عايزه تحطي شويه، اللي يعجبك. وبعد كده هنزل بالعسل، وهجيب المضرب بتاعي السلك وانزل بقى بالعسل بتاعي. انا زي ما قلت لكم انا عامله 3 كيلو عسل، واقلب بقى كويس بالطريقه دي كده، واوطي النار. اقلب بقى كويس ايدي فيها وانا بحط العسل. انا زي ما قلت لكم عامله 3 كيلو عسل، ولازم تكوني جايبه عسل نظيف. شايفين بقى ده تخف ازاي؟ 3 كيلو عسل. شوفي ال 3 كيلو عسل هيدوكي كميه قد ايه. ابدأي بقى علي النار شويه عشان بقى العسل يستوي مع الحلبه والحاجات اللي احنا حمصناها دي. طبعا انا ما حمصتش، يعني محمصه السوداني من قبل كده، والسمسم محمصاه من قبل كده، فما غابش برضو. انا بس حطيته عشان ياخد من الريحه، من ريحه التحويجه. بصوا شايفين هي حاليا كده بقى القوام بتاعها خفيف لان ده عسل، فلما اتعرض للنار بقى خفيف. هنسيبها تغلي لمده 10 دقايق او 5 دقايق 7 دقايق حسب ما تشوفي انت برضو، بس ما تغليهاش كتير عشان العسل ما يتحرقش. وهنقلب بقى فيها كده، ايدينا فيها بقى ما نشيلهاش.
لازم ان هي تغلي، لانك انت لو طفيتي عليها وهي كده هتبقى نيه وتحمض، فلازم تغلي. في ناس بتحط لها ملح ليمون، وفي ناس بتحط لها عصره ليمون. انا مش حاطه لها لا ده ولا ده، لان انا مش عامله كتير زي ما انتم شايفين. يعني اللي بيحطوا لها الليمون او ملح الليمون بيحطوا لها لان هم بيبقوا عاملين كتير. يعني زي ما قلت لكم في ناس بتعمل بال10 كيلو وال20 كيلو عسل، كانوا زمان بيحبوها. فانا مش عامله كتير زي ما انتم شايفين، فمش هحط بقى ولا ليمون ولا ملح ليمون ولا الكلام ده. بس هنتنينا نقلب فيها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وننزل كده لو في عسل لسه في البرطمانات هننزله برضو كده. العسل ده انا جايباه في البرطمانات زي ما انتوا شايفين كده، ما حبيتش اجيب عسل يكون رخيص، لان في انواع عسل بتتباع سايبه ما بتبقاش نظيفه على فكره. انا جايبه عسل معبأ جاهز جميل اهو وتقيل، هو غالي شويه عن العسل التاني بس احسن يعني. هنا زي ما انتم شايفين هي لسه برضو ما غليتش، شايفين؟ طبعا بنقلب فيها طول ما احنا واقفين كده. عايزه اوريكم القوام بتاعها دلوقتي. بصوا القوام بتاعها دلوقتي خفيف ازاي. القوام ده اللي احنا عايزينه، لان هي لسه لما هتبرد هتتقل تاني، هترجع تتقل، هتبقى تقيله، هتبقى زي المربى كده. فاحنا ايه يعني الدقيق اللي احنا حطيناه يا دوبك، ما نكترش اكتر من كده. بس انا زي ما انتم شايفين مكتره السمسم ومكتره السوداني. طبعا السوداني والسمسم ده حسب الامكانيات بتاعتك وحسب الحاجه اللي موجوده عندك. يعني انت لو ما عندكيش حاجات كتير عادي برضو هتعمليها وهتبقى حلوه، بس انا بحب عليها السمسم كتير قوي والسوداني، واخدين بالكم؟ طبعا الحلبة المعقودة دي كانوا زمان بيعملوها كتير جدا. اول ما شهر 12 يبدأ والبرد يبدأ كانوا بيعملوها، كانوا بقى بيفرقوا على الحبايب وحبايب الحبايب. كانت الحاجة رخيصة وخير يعني موجود. فدلوقتي بقى الناس ما بتعملش كتير زي الاول. احسن من اي حاجة جاهزة، احسن من المربى واحسن من الحاجات اللي بتتباع في المحلات. شايفين الجمال والنظافة؟ طبعا السوداني لازم تقشريه وتنقيه بالواحده، لان السوداني ساعات بيبقى فيه سوداني بايظ. السوداني البايظ ده لما بتفتحيه بتلاقي فيه خطوط خط غامق من جوه. الخط الغامق ده لما بتاكلي السوداني وهو فيه الفطر ده بيأثر على الكبد، والسموم دي بتتخزن في الكبد. فيا ريت واحنا بننقي السوداني ننقيه كويس ونطلع منه الوحش، وحاجه نظيفه من البيت. يعني تكون انت عامله كل حاجه في البيت وجايبه السوداني ومحمصاه ومنقياه بالواحده كده. غير طبعا لما بتجيبي الحاجه من بره وتحطيها على طول، لازم تاخدي بالك وانت بتعملي الحاجات دي عشان تبقى نظيفه. مش عايزه اقول لكم طبعا الايام دي الحاجات اللي بتتباع بتبقى فيها ايه واكيد انا قلت لكم على اللايفات حاجات كتيره انا لقيتها. فناخد بالنا يا جماعه والله بالله عليكم. هي برضو هنا لسه ما دخلتش في مرحلة الغليان، شايفين خفيفة ازاي؟ اول ما هتغلي بقى هتبدأ تتقل، ولما تبرد خالص هتتقل وهتبقى جميلة وزي المربى. شايفين بقى هي بدأت تغلي اهي، شايفين من الجناب بدأت تغلي من الجناب اهي، شايفين بدأت تغلي من الجناب اهو. منها يعني هي غلوة واحدة زي ما انتم شايفين كده اهي، شايفين بتغلي اهي. اول ما تغلي غلوتين كده بس كده اهي، اقلبها بقى كده كويس. شايفين اهي بتغلي اهي، اقلبها تقلبتين كده واروح طافيه عليها عشان العسل بقى ما يتحرقش ويبقى طعمه وحش. بس كده انتوا شايفين الغليان اهو. بقرب لكم الكاميرا بتغلي اهي. فانا بقى في المرحله دي هطفي، لان طبعا هتاخد لسه سخونيه الحله، لان دي حله ألمونيا فسخنه. هقلب بقى فيها كده بحيث ان هي ما تاخدش سخونيه الحله وتتحرق. هقلب، انا طفيت حاليا بس هتنيني استمر كده ان انا اقلب فيها، لان انا لو سبتها ومشيت ممكن تتلسع من تحت وتعمل ريحه بقى ريحه ايه احتراق العسل يعني.
او ان العسل بيتحرق. بس اقلبها شويه كده وهسيبها بقى شويه لما تبرد. طبعا انا البرطمانات بتاعه العسل لازم اغسلها وانشفها. ما ينفعش ان انا احط فيها الحلبه المعقوده بتاعتي مكان العسل، لان ممكن تحمض. فانا لازم اغسل البرطمانات وانشفها كويس. اللي انا هحط فيها الحلبه المعقوده بتاعتي دي. طبعا مش هنعبيها الا لما تبرد. هنا بقى كانت استوت خالص، وحطيتها في السلاطين دي عشان تبرد براحتها بقى. وبعد كده لما تبرد خالص طبعا هنعبيها في البرطمانات بتاعتها، تكون ناشفه كده ومجففه. طبعا انا غسلت البرطمانات ونشفتها، فدي لما تبرد بقى هنفرخها في البرطمانات. ايه رايكم بقى في الوصفه؟ طبعا الوصفه جميله ومغذيه وحاجه مفيده جدا في الجو البرد ده. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو كده ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله.